اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهارده هنعمل فيديو جميل ان شاء الله، خفيف على قلوبكم. احنا هنعمل كيكاية على البوتاجاز من فوق على الشعلة، بطريقة سهلة جدا جدا، ووقت سريع جدا، هو اسرع من الفرن. يعني هتعملي كيكاية في وقت قليل جدا جدا جدا. انا جبت نص كوباية سكر، وجبت بيضتين، وجبت رشة فانيليا، ورشة بسيطة من الملح، ونزلت بربع كوباية زيت او اقل براحتك، و... ونص كوباية مية. جبت كل الخليط السائل ده كله مع بعضه، بس كان معاه السكر، وبدأت ان انا اقلب فيه السكر والبيض مع بعض. جبت المضرب وفضلت اقلب في الخليط ده كله مع بعضه. طبعا لازم تقلبي كويس جدا 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 الخليط ده، علشان التكاية الجميلة دي ان شاء الله هي اللي هتخلي الكيكاية بتاعتك تبقى عالية وتبقى جميلة جدا ان شاء الله معاكي. ففضلت اقلب 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 لغاية اما حسيت ان السكر داب فيه، والخليط كله بقى حاجة واحدة مع بعض. خلاص كده بعد ما قلبته نزلت بالدقيق بتاعي. طبعا انا الدقيق بتاع الكيكه انا بحب اقلب فيه البيكنج باودر، فحطيت معلقه هرميه كبيره بيكنج باودر على الدقيق. الدقيق هو كان كوبايه ونص دقيق على الكيكايه دي. نزلت كوبايه ونص دقيق، كانت فيها معلقه هرميه بيكنج باودر، ونخلتها كويس جدا. انا طبعا عايزه اعمل الكيكايه ديت شوكولاته، فنزلت بثلاث معالق كاكاو صغيرين. المعلقه صغيره بس، فانا نزلت بثلاث معالق صغيرين كاكاو، علشان انا عايزه الكيكايه بتاعتي سودا. طبعا انت عايزاها بيضه، مش لازم تحطي عليها كاكاو. فبدات ان انا اقلب كويس جدا اهو بالمضرب الخليط كله مع بعضه مع الدقيق. فضلت اقلب كويس جدا لغايه اما اداني القوام اللي انا عاوزاه. طبعا تقليب الكيكه هو اللي بيديكي الهشاشان بتاع الكيكه والعلو بتاعها الجميل، فانت طبعا لازم تديها وقتها في التقليب بالمضرب، اذا كان مضرب عادي او مضرب يدوي. خلاص كده انا عملتها تعتبر الكيكه كده. جبت الطاسه، طبعا انا جايبه طاسه لان انا هعملها على شويه البوتاجاز من فوق، وجايبه الطاسه بايد علشان اعرف اتملك ان انا امسكها. وحطيت رشه صغيره من الزيت، ونزلت بقى بايه، بالخليط بتاعي بتاع الكيكايه الجميله ان شاء الله، اللي ان شاء الله اللي يعملها يعجبه ان شاء الله طريقتها، والطعم كان جميل جدا جدا. نزلت بالخليط كله في الطاسه خلاص، وهبدأ ان انا اخبط الطاسة كده خبطتين تلاتة على الرخامة، علشان ما تبقاش فيها فراغات من تحت. خلاص كده انا خلصتها وخبطتها على الرخامة. ولعت شعلة البوتاجاز متوسطة كده، خليتها نارها متوسطة، ونزلت بيه الطاسة عليها، وجبت الاسباتولا وشلت بقى الزيادات دي عشان ما تحرقش على الطاسة وبتعمل حاجات سودة فوق الكيكاية، فانا شلتها يعني. ورحت جايبه الغطا غطيت بيه الطاسه علشان وسبتها تستوي. اخدت بالظبط 12 دقيقه، يعني 12 دقيقه وكانت استوت الكيكايه بتاعتي، ما اخدتش وقت. انت تابعيها لان هي ما بتاخدش وقت زي الفرن، لا هي على البوتاجاز من فوق ما بتاخدش وقت. طبعا خلاص شلتها من الطاسه وفضيتها في صينيه وسبتها على جنب، وقلت اما اعمل الصوص بتاعي بتاع الشوكولاته، صوص الشوكولاته الجميل ان شاء الله اللي انا هعمله للكيكايه بتاعتي. جبت كوبايه لبن، ونزلت بثلاث معالق كاكاو كبار، ثلاث معالق كبار كاكاو، نزلت بيهم على كوبايه اللبن. وجبت فنجان صغنن خالص، لا الاول جبت نشا، حطيت معلقتين نشا على 3 معالق كاكاو كبار. ورحت جبت بقى فنجان صغير زيت، او يعني اقل من الفنجان الصغنن ده شوية زيت، ورحت نازلة بكوباية السكر. كوباية سكر مج مليانة طبعا. بصوا هي تقيلة عشان السكر تقيل تحت، مسافة ما بتتقلب شوية هتلاقيها ايه، السكر بدأ يدوب معاها. لازم طبعا تقلبي الخليط كله في بعض.
بدأت ان انا اقلب الخليط كله في بعضه. انا حطيت النشا علشان عايزة القوام بتاع الصوص بتاعي يبقى متماسك. لو انتي مش عايزة قوام الصوص يبقى متماسك، او مش عايزة تحطي نشا، انا عاملة طريقة صوص الشوكولاتة برضو اول فيديو تحت في القناة، عاملاها بطريقة غير دي خالص، مش حاطة فيها نشا، بطريقة جميلة جدا ان شاء الله برضو هتعجبكم. انزلي اتفرجي على الفيديو وقوليلي ايه رأيك. ونزلت بالصوص بتاع الشوكولاتة. طبعا الطاسة دي اللي انا كنت عاملة فيها الكيكاية فضيتها، وقلت بقى ايه، اعمل فيها بالمرة الصوص بتاع الشوكولاتة بتاعي. طبعا لازم تفضلي تقلبي تقلبي علشان انتي حاطة نشا، النشا هيتكتل منك، هتحسي ان هي بقت كتل كده. لا انا عايزاها سايلة، بس عايزاها تبقى متماسكة، علشان انا اول ما احطها على كيكاية تروح مكلبشة في الكيكاية من غير ما احطها في التلاجة. لكن انت عايزاه سايل ممكن تزودي عليها شوية مية، تزودي شوية لبن، هتلاقيها بقت سايلة معاكي وبقت حلوة خالص. لكن انا عايزاها تبقى متماسكة. بصوا قربت لكم الكاميرا عشان اوريكم، انا عايزة دوت القوام بتاعها والتماسك بتاعها، علشان القوام ده اول ما احطه على كيكاية هيروح مكلبش فيها، يخلي الكيكاية تبقى هي والكيكاية حاجة واحدة، والطعم هيبقى خطير. طبعا خلاص اهي شلتها من على النار، وبدأت ان انا ايه احط الصوص بتاع الشوكولاتة على الكيكاية بتاعتي اهي. بصوا انا ما حطيتهاش في التلاجة، اول ما حطيت الصوص بتاعها يا دوبك بريد ثواني لقيته خلاص بقى هو والكيكاية حاجة واحدة. بصوا ما شاء الله. انا حبيت اقطعها لكم قدام الكاميرا عشان اوريكم ايه رأيكم. بصوا العلوة عاملة ازاي، بصوا ما شاء الله هشة وعالية ازاي. امشوا على الخطوات خطيرة. في اقل من ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير قوي هتكوني عملت كيكية جميلة جدا 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 ان شاء الله هتعجبك. بصوا ما شاء الله كيكية هشة وعالية وخطيرة ازاي. امشوا على خطواتي حبايبي، ما تنسونيش بلايكاتكم، لايكات كتير 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 علشان القناة تكبر معاكم. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله.